وبنبدأ فيديو جديد وملخص جديد. بيبدأ الانمي بتاعنا بداريال وبيكون مظلوم انه اتطرد من الشغل بتاعه، وبنعرف ان هو مساعد للجنرالات الشياطين الاربعة، وبيقول له بشرباز انت مطرود وانك ضعيف وممل جدا، وبيضحك عليه بقية الجنرالات. ومش بس انت مطرود من منصبك كمساعد لينا، انت مطرود من جيش الشياطين كله. وبيقول له انت ادنى رتبة في الجيش ومش بتقدر تستخدم السحر، وانا مش عارف اصلا ازاي ابويا عين واحد زيك. داريال بيقول له بس انا هنا بامر من ابوك الجنرال غرنباز. بيضربه بشرباز بالنار وبيقول له ابويا خلص مهمته هنا وانا قائد الجنرالات الاربعه دلوقتي. وبيكون داريال مصدوم وبيسيب المكان ويخرج، وهو خارج بيقول ان الجنرالات عندهم حق ان الفرق بين الشياطين والبشر هو استخدام السحر، وبالرغم اني شيطان بس مش بقدر استخدم اي نوع سحر. بيقابله صاحبه وبنعرف ان اسمه ريزيت، وبيقول له ايه هتاخد الجولة زي كل يوم، لكن داريال بيكمل مشي وبيقول له انا خلاص اتطردت وما بقتش في جيش الشياطين. وبعدها بيكون ماشي في الغابة ومش عارف يعمل ايه، وبيقول انا طول عمري بخدم الشياطين وبس. وبيبص للغابة ومش عارف هو فين، وبينام على الارض من كتر التعب. وبيسمع صوت بنت بتصرخ وبتنط من فوقيه، وبيلاقي وحش ضخم على شكل غوريلا بيهجم على البنت، وبيكون خلاص هيقتلها بس داريال بيلحقها في اخر لحظة. بيحاول انه يهجم على الوحش بس ما بيقدرش وبيقع على الارض، وبياخد سكينة وقع على الارض وبيقرر انه يهاجم الوحش بيها المرة دي، وبيقدر انه يقتله بكل سهولة. بتشكره البنت على انه ساعدها وانقذ حياتها، وبتطلب منه يروح معاها قريتها عشان يوصلها وتقدر ترد له الجميل اللي هو عمله، وبتجره معاها على الارض عشان يروحوا القرية. وبعدها بيكون في البيت عندهم وبيتعرف على اهلها، وبنعرف ان اسمها مليكة، وبتقول له كنت بتعمل ايه في الغابة لوحدك كده؟ داريال بيقول لها مفيش، ابن صاحب الشغل طردني وما كانش عندي مكان انام فيه. بتعيط مليكة وبتقول له مستحيل انك تكون شخص سيء، وانت كنت هتضحي بحياتك عشان تحميني. وبتعرض عليه انه يعيش معاهم هنا في القرية، وانها تقدر توفر له مكان ينام فيه. بيوافق والدها على الفكرة، وفي الاخر بيوافق داريال على عرضها. بالليل بيكون داريال نايم في اوضته وبيفكر هيحصل ايه لو عرفوا انه شيطان، وانه لازم يخرج من القرية دي في اسرع وقت. بتخبط مليكة على الباب وبتشكره على انه انقذها النهاردة، وبتقول له انها هتكون مبسوطة لو فضل معاهم في القرية. تاني يوم داريال بيكون قاعد بيفطر مع والد مليكة وبيقول له انا عندي ليك شغلانة، وبنعرف ان والدها هو عمدة القرية، وبيطلب منه يكون مغامر ويدافع عنها من الوحوش. وبيقول له التسجيل بسيط، كل اللي انت عايزه انك تنزل نقطة دم على الورقة ديت. داريال بيكون عارف الطقوس ديت وبيقول انها للبشر بس، ولو حاولت اعملها هيكتشفوا اني شيطان. وبيحاول يتهرب من العقد وبيقول لهم ظهري وجعني ومش قادر اعمل حاجة. بيطلب العمدة من بنته انها تساعده وتاخد الدبوس وتخليه يمضي العقد، وبيكون خايف جدا اول لما الطقوس اشتغل، ولكنه بيتفاجئ ان الطقوس بتنجح من غير اي مشاكل. وبيقول له العمدة كده التسجيل اكتمل واستنى شغلك من بكرة. داريال بيكون مصدوم ومش عارف ايه اللي حصل، وبيقول انه طول عمره كان عايش وسط الشياطين وما شكش للحظة انه ممكن يكون انسان. وبنرجع نشوف داريال وهو صغير، وساعتها اللورد غرنباز لقاه في ارض المعركة، وانه من ساعتها جندي في جيش الشياطين. وتاني يوم داريال بيكون مع العمدة وبيبدأ تدريب عشان يكتشفوا مهارته القتالية. وبيقول اول حاجة لازم تعرف ازاي تتحكم بالهالة بتاعتك، وبنعرف ان الهالة دي حاجة بيتولد بيها جميع البشر، وانه يقدر يستخدمها عشان يزود قوة سلاحه. بيختار داريال السيف وبيبدأ يستخدم الهالة عليه، وبيقول له العمدة ان في 4 انواع من القوة. اول حاجة القطع، منه يقطع جذع شجرة. بيخش داريال وبيقدر يقسم الجذع لنصين بكل سهولة، لدرجة ان العمدة بيكون مصدوم من قوته. بعدين بيجرب السهم والقوس وبيقدر انه يدمر نص الغابة من سهم واحد. تالت نوع بيكون القوة، وبيقدر باستخدام شاكوش خشب انه يكسر صخرة كبيرة جدا. بيطلب منه العمدة يمسك درع عشان يجرب اخر نوع وهو الدفاع، وبيجيب العمدة مطرقة حديد كبيرة عشان يضرب داريال، لكنه بيتصداله بسهولة وبيقع العمدة على الارض. وبيقول انت عندك هالة من جميع الانواع وان ده نادر جدا انه يحصل. بيطلب منه العمدة انه يروح العاصمة عشان يستفادوا بقوته، وانه هيكون اناني لو طلب منه يقعد هنا بس. بيفكر داريال في كلام العمدة، ولكنه بيلاحظ ان مليكة زعلانة وبتعيط. بيشكره داريال وبيقول له انا مبسوط هنا ومش هسيب القرية.
بتبدأ الحلقة التانية وهم بيكتشفوا موت القرد العملاق، والعمدة بيقول لجاشيتا ان داريال هو هيعمل المهمة بداله لان هو بيضيع وقت كتير. وجاشيتا بيبص لداريال وهو متعصب جدا ومتضايق وبيسيبهم ويخرج. داريال بيكون خارج بس العمدة بيقول له استنى، وبيمسك ايده وبيحس بحاجة سخنة، وبيكون بيرفع رتبته من الرتبة اي للرتبة دي عشان قتل الوحش اللي شبه القرد. بعد كده بنشوف داريال هو ومليكة ماشيين في الغابة ورايحين ينفذوا المهمة، وبيقول لها القرويين بيستأجروا المغامرين عشان يروحوا الغابة وينقذوا المهمة بدلهم. فبتقول له القرويين برضو بيروحوا الغابة بس في مناطق خطرة ما بيقدروش يروحوها. بعد كده بيكونوا بيتسلقوا جرف وبيفتكر لما هجم الوحش عليهم، وبيقول لها انت كنت موجودة في الغابة دي ساعة لما هجم الوحش عليكي. فبتقول له جاشيتا الغبي ده ما بيرضاش يجيب الأعشاب الطبية من الغابة عشان بيعتبرها مهمات تافهة، عشان كده انا بعمل المهمة دي بنفسي. وبتقول له ان هي عايزة ترد له الجميل لانه انقذها من الوحش قبل ما يموتها. بعد كده بتطلب منه ان هي تمسك فيه، ولما بيسألها عن السبب بتقول له عشان ما نتوهش عن بعض في الغابة، بس احنا طبعا كلنا عارفين هي عايزة تمسك ايده ليه. بعد كده بيروحوا يجمعوا الأعشاب الطبية عشان يعالجوا بيها الناس ويعملوا منها أدوية، ومليكة بتبص جنبها وبتقول له الحق في آثار غزلان. داريال بيبص بس هو ما بيبقاش شايف حاجة، فبيقول لها انت كنت قادرة تقتلي الوحش ساعتها ولا لا؟ فبتقول له لا عشان كنت خايفة، عشان كده انت منقذي. بعد كده بيشوف الغزال بس بينط مرة واحدة من فوقيهم، والغزال بيتخانق مع وحش كبير على شكل نملة عملاقة. مليكة بتكون فرحانة عشان هم قدروا يلاقوا الهدف بتاعهم وهتقدر تحضر وليمة لما ترجع. في نفس الوقت لما بيرجعوا للقرية العمدة بيكون مندهش هو واهل القرية، بس جاشيتا بيكون متضايق لانه المفروض هو اللي يصطاد الوحش ده. بعدها بدأ داريال يتعود على حياته الجديدة ويكون مبسوط فيها. في تاني يوم داريال بيقابل جاشيتا قدام باب المقر، بس بيكون جاشيتا متضايق منه وبيحاول يخبط فيه بس هو اللي بيقع. بيقول داريال للعمدة انه خلص مهمته وجمع الاعشاب، وبيلاحظ ان العمدة قاعد متضايق وبيسأله مالك. فبيقول له ان جاشيتا خرج عن السيطرة لانك اخدت كل المهمات بتاعته، وبيقول ان هو خد مهمة القضاء على الوحش من الرتبة سي وبيكون على شكل ثعبان. بس مليكة بتقول له ان المفروض ان الوحش ده يتعامل معاه النقابة من المدينة الكبرى، والعمدة بيقول لها ان الوحش ده هرب من المجموعة اللي المفروض كانت تقتله، وبدأت القرية تشكل حصار عليه عشان تحاول تتخلص منه. داريال بيقول ان هو هيرجع جاشيتا ومليكة بتديله ادوية. وبعد كده بنشوف داريال وهو بيتمشى في الغابة وبيلاقي اثار كبيرة جدا للتعبان، وبنلاقي جاشيتا جاي بيجري بسرعة وبيقول له اهرب بسرعة، وبيكون الوحش جاي ورا جاشيتا وبيحاول يهجم عليه بسهام بس مش بتأثر فيه، وبيهجم عليه بالسيف بتاعه وسبب له جرح كبير. وفي نفس الوقت الوحش بيضربه بديله وبيكسر له السيف بتاعه، فبيقوم دامج قوتين مع بعض وبيمسك حتة من السيف المكسور وبيرميها في بق الوحش وبتطلع من الناحية التانية، وبكده يكون قضى عليه. وجاشيتا بيكون متفاجئ من قوة داريال. بعد كده داريال بياخد جاشيتا وبيبدأ يعالجه عشان الوحش أصابه في رجله وممكن يموت من السم، بس داريال بيقول له إن هو معاه مضادات للسم وبيجيب أعشاب من حواليهم وبيعالجوا بيها. جاشيتا بيسأله إزاي عرفت إنها هتمنع النزيف، بيقول إن هو اتعلمها من المهمات الصغيرة اللي هو كان بيرفض ياخدها، وبيقول له إنها بتكون مستويات عشان توصل للمستوى الأعلى. جاشيتا بيعيط وداريال بيترمي على الأرض. بعد كده بنشوف داريال بياكل مع العمدة وبيدخل عليهم جاشيتا وبيقول صباح الخير يا اخويا الكبير، وبيقرر ان هو يكون تابع ليه. مليكة بتزعله وبتقول له خليك في السرير وما تتحركش عشان تخف بسرعة. بعد كده بنروح لمقر الجنرالات الأربعة، وبتكون يابانتس فشلت في الحرب اللي كانت داخلها، وبتقول ان هي جالها معلومات غلط من جيش العدو وان هم كان عندهم مقاتلين جدد هي ما كانتش عارفة عنهم حاجة، وبنعرف ان هم غيروا المساعد بتاع 5 مرات. دوري بتقول له ان احنا لازم نسترجع داريال، وبتبدأ تفتكر ذكريات ليها معاه وان هو كان مجتهد وكمان بيساعد الناس وشكلها كده بتحبه. بشرباز بيتعصب وبيفضل يطلع نار من كل جسمه وبيقول لها ما تجيبيش اسم الفاشل ده تاني. وبتبدأ الحلقة الثالثة بنشوف تاني يوم داريال وماشي وراه جاشيتا وعمال يتنطط حواليه وبيكون تابع ليه وعمال يقول له اخويا الكبير، بس داريال بيكون مخنوق منه وبيقول له اخرس خلينا نخلص المهمة. واول ما بيرجع البيت مليكة بتاخده واحد سوبر سوبليكس بتمسح بيه الارض وبنلاقيه ساعتها مغمى عليه. بنشوف داريال قاعد مع العمدة بعد ما بتكون مليكة عالجته وبيسأله هي ليه معظم البيوت في القرية فاضية، فبينادي العمدة على مليكة عشان تجيب الخريطة ويشرح لها بس هي مش بترد عليه.
فبيروح داريل ليها يشوفها مالها، وبتكون زعلانة عشان هي مسحت بيه الارض، فهو بيراضيها بكلمتين وبتروح تجيب الخريطة. العمدة بيقوله زمان كانت القرية دي مزدهرة وكان فيها ناس كتير، وكل ده عشان كان في جنبنا منجم الميسريل، وبيقوله ان المعدن ده ليه خصائص غامضة قوية جدا وبيتعمل منه اقوى واخطر الاسلحة. بيكون داريل عارف عن الموضوع من ايام ما كان في جيش الشياطين، وبيقوله العمدة ان المنجم ده كان بيحصل عليه حروب كتيرة ما بين البشر والشياطين، وكانت المدينة متدمرة لان الحرب دايما كانت بتكون فيها، بس في الاخر الشياطين كسبوا الحرب وخدوا المنجم، وان الكلام ده حصل لما كان لسه طفل، ومن ساعتها القرية بقت مهجورة وفيها سكان قليلين جدا. بالليل وهو نايم بيفكر يروح يشوف المنجم عشان يحاول يساعد القرية، وبنشوف داريل تاني يوم بيتزحلق على جرف وبنشوفه بيراقب بوابة القلعة من بعيد، وبيستخبى جوه الصندوق وبيدخل بيه جوه المكان، قال يعني كده الناس مش هتلاحظ، بس بيتلاقي ان المكان كله مهجور، وبنعرف ان هو راح للمنجم الميسريل، وبيدخل المنجم ويفضل ينادي بس ما بيتلاقاش حد بيرد عليه، وبيفتكر ان المكان مهجور، بس مرة واحدة بيطلعوا الحفارين اللي شغالين في المنجم، وبنكتشف ان هو كان القائد عليهم لما كان لسه شغال في جيش الشياطين، وبيكونوا فرحانين انهم شافوه، وبيجروا عليه وبيفضل يسلم عليهم واحد واحد، وبعد كده بيعرف ان القائد الجديد بيعذبهم وبيخليهم يطلعوا 4 أضعاف الكمية، وبيفضلوا يعيطوا عشان يساعدهم، ومرة واحدة بيظهر القائد اللي بيكون مسؤول عنهم، وبيبدأ يخوفهم عشان هم ما طلعوش الكمية اللي كان هو عايزها، بس واحد من الحفارين بيقرر ان هو يهجم عليه عشان يقتله، وبيرزعها واحدة على دماغه بالكوريك اللي بيحفر بيه، وبيبدأ بقية الحفارين يعملوا تمرد عليه، والقائد ده بيأمر الحراس انهم يقتلوهم، وقبل ما الحارس يقتلهم داريل بيحدف عليه كوريك، وبيظهر وهو مغطي وشه عشان ما يتعرفوش عليه، وبيقول له لو عايز تتخانق ابعت اللي انت عايزه يموت. بيقول له ده انت ما بتعرفش تستعمل السحر وانا هموتك انت والحفارين دلوقتي. الجنود بتبدأ هجوم على داريل بس هو بيكون اسرع منهم وبيضربهم اول واحد وبيوقع له الخوذه بتاعته، وبيحاول واحد من الحفارين يساعده بس الجندي بيبعده وما بيرضاش يقتله وبيستخدم السحر، وبيبدأ داريل يخطب في الجنود ويقول لهم ان هم ما ينفعوش يقتلوا المدنيين وده عار عليهم لانهم جنود. القائد اللي معاهم بيهجم عليه بقوة سحرية بس داريل بيصدها بكل سهولة، والقائد بيأمر كل الجنود يهجموا عليه في نفس الوقت، بس داريل بيبدأ يهجم عليهم على حسب الوقت اللي محتاجه لكل واحد فيهم عشان يجهز التعويذة بتاعته. بيبدأ من الأسرع للأبطأ، وبيتفاجئ القائد بتاعهم إن داريل عارف الخدعة بتاعتهم كلها وإنه قادر يتغلب عليهم. داريل بيقضي عليهم كلهم وبيثبت القائد بالسيف بتاعه على الأرض، وبيقول له إن هو مش قائد ولا حاجة، وإن هو قابل اللورد باشيبازا في العشاء وبقوا أصحاب، وخلاه يكون القائد على المنجم، وان ده كل اللي حصل. وبيتصدم داريل من اللي سمعه لانه متعين بالواسطه، وبيقوم داريل مديله واحده بالسيف كده مطير له فيها حته من شعره، وداريل بيقول له ما تنساش تقدم استقالتك اول لما تروح. فبيقوم القائد وبيطلع يجري، والحفارين بيشكروا داريل على اللي عمله عشانهم، وبيقولوا له انه لازم يحميهم من الشيطان وانهم هيتبعوه حتى لو بقى بشري. وبعد كده داريل بيروح للعمده وبيقول له ان هو رجع المنجم من تاني، فالعمده بيتف الشاي من بقه وهو مصدوم، وداريل بيقول له ان الحفارين عايزينه يكونوا تحت حمايتك. فبيقول له العمده ان الحفارين كانوا شغالين مع الشياطين، بس في الاخر داريل بيقنعه وبيوافق، ومليكه بتكون واقفه بتسمعهم وبتكون مبسوطه، ورجعت القريه مزدهره تاني وبقى فيها ناس، والعمده بيشكر داريل لانه خلى الناس ترجع للقريه من جديد، ومليكه بتكون جايه بالاكل بس بتقع، وداريل بيلحقها بس ايده بتيجي في حته مش تمام، ومليكه بتتكسف ووشها بيحمر، بس بتفرح وبتاخد داريل واحد سوبر سوبليكس بتمسح بيه الارض تاني، وكل ده عشان ندهلها باسمها على طول. وبتبدأ الحلقة الرابعة وبنشوف باشيبازا وبيكون قاعد بيأكل البغبغان بتاعه، وبيقول ان هو زهق منها عشان بتقول نفس الكلام كل مرة وانا لازم اعلمها تقول حاجة جديدة. وبعدين بنشوف تباسي وهي داخلة بتكلم باشيبازا وبتقول له ليك عندي خبر مهم، بس بتسأله الاول ايه السلاح اللي انت مجهزه ده، وبيقول لها انت ازاي دخلت من غير اذن وانك لازم تخبطي الاول، بس لو الموضوع مهم قوي كده هقولك. وبنعرف ان هو بيحاول يصنع قنبلة ضخمة جدا وبيستخدم فيها ميسريل، وبيستعرض قدامها قوته وبيطلع طاقة نار جبارة، وبيقول لها ان دي هتبقى اقوى قنبلة في تاريخ جيش الشياطين، وانه بكده هيبقى اعظم قائد الجنرالات الاربعة وهيكون احسن من ابوه. بتقول له بس ده بيستخدم ميسريل كتير، فبيقول لها مفيش مشكلة، انا امرت الحفارين يستخرجوا 4 أضعاف الكمية. بتقول له هي فعلا خطة كويسة بس في مشكلة صغيرة جدا وهو ده اللي انا جايلك علشانه. بتقول له البشر استولوا على منجم الميسريل. بيكون باشيبازا مظلوم جدا، وبتقول له الموضوع مش على قد كده، بس ده في حد كمان عايز
عايز يشتكيك. وبيقول لها مين في جيش الشياطين كله يقدر انه يشتكيني او يعدل عليا. بتقول له لا مفيش، ده ملك الشياطين بنفسه. بشبازة بيكون مصدوم جدا، وبعدها بيكلم ملك الشياطين بشبازة وبيقول له ايه رأيك في البنات اللي هنا؟ كل يوم بيلبسوا لبس جميل جدا. وبيقول له السلاح بتاعي اللي معمول من الميسريل جامد جدا. ولا قول لي كده صحيح الميسريل راح فين؟ اصل سمعت ان هو اختفى. وبيفتح عينه بيكون لونها احمر ومنظره شرير جدا، وبيقدر يسمر بشبازة في مكانه. وبيقول له انا قلت لك قبل كده تبطل تصنع القنبله دي. وقال له بسبب كبريائك ده خسرنا المنجم كله. وبيقول له انا كنت بحاول اكون لطيف وامنعك بالطريقه، بس انت غبي واضطريت امنعك بجد. بيقول له انت عملت غلطه كبيره ولازم تصلحها لوحدك. وبيطلب منه انه يعتذر ويقول انا اسف. وبنعرف ان دي اكتر حاجه بشبازة بيكرهها، ولكنه غصب عنه بيقول انا اسف وبيعتذر لملك الشياطين. وبيقول له انت لازم تخلي داريل يساعدك اكتر من كده، وان هو شخص لطيف وكان قادر يدير المهام دي بسهوله. وبيقول له ان ابوك كان واحد من الشياطين الاربعه عشان كان مخلي داريل جنبه. بيمشي بشبازة وهو متضايق جدا، وبيقول ملك الشياطين لما نشوف هتعرف تعمل ايه. وداريل ما بقاش موجود دلوقتي. بيتعصب بشبازة وهو ماشي وبيدمر ركن في القلعه. وبعدها بنروح للقريه وبتكون مزدهره جدا ومليانه بالناس. وبتكون مليكه وداريل قاعدين مع بعض، وبتكون مبسوطه جدا ان القريه بقت مليانه بالناس. وقالت له انا مش قادره استحمل وعايزه اشوف اطفالنا في اقرب وقت. داريل بيكون مصدوم ومش عارف هي بتقول ايه. وبتقول لي انا عارفه كمان انك هتبقى اب كويس. لسه بتقول له هو انت هتخطبني امتى؟ بس جيشاتا بيزعق وبيقول له خنقه. بيروح داريل هناك وبيقول له ما تهدى يا ابني وتفهمني الموضوع. وبنشوف فرقه مغامرين جايين من المدينه وبيتنمروا على مغامرين القريه، وبيقولوا ان هم اي كلام. وبنعرف ان القائد بتاعهم اسمه فيتو بيتان. وبيقول لداريل انت ازاي في المستوى ده وقدرت تسترجع منجم الميسريل؟ فبيقول له احنا كنا محظوظين مش اكتر، وخلي الواد اللي جنبك ده يسكت عشان ما زعلوش. وبيتنمر عليهم وبيسيبهم ويمشي. بس داريال بيردها له بيقول له هو انت اللي جاي من المدينه صح؟ طب بقول لك ايه، التعبان الضخم اللي هرب منك ده ايه نظامه؟ اصل هو جه عندنا هنا القريه وبهدل الدنيا، وجيشاتا الضعيف ده هو اللي قدر يتصدى له. وبيكون جيشاتا مظلوم وهيعيط وبيسيبهم داريل وبيمشي. بس جيشاتا بيقول لهم ان داريل هو اللي قتله. وبيكونوا المغامرين مش مصدقين ان هو لوحده قدر يهزم الوحش ده، وفرحوا جدا واحتفلوا بيه. وبالليل بيكونوا قاعدين يتغدوا، وبيقول لمليكة ان المغامر فيتو بيتان ده رخم جدا وانه كان بيقلل من داريال. فبتتعصب مليكة جدا وبتطلع السكينة وبتقول انا هخلص عليه. بيمسكها داريل بالعافية قبل ما تروح تقتله. وبيقول له العمدة انا عارف الموضوع ممكن يضايقك، بس المغامرين مفيش حاجة تثبت قوتهم غير رتبتهم. بتتعصب مليكة اكتر وبتقول اي حد هيضايق جوزي هقتله. بيتضايق داريال من كلمتها وهي بتسيبه وتمشي. في اليوم التاني بيوصل مبعوث من المدينة وبيقول له داريل اننا لازم نتفاوض مع الحفارين. وبيقول له انا امبارح رحت لوحدي وحاولت اتفاهم معاهم، بس كانوا خايفين مني ومرضيوش يتكلموا، واعتقد انك لو جيت معايا ممكن يوافقوا. وبيروح داريال معاه المنجم وبيقول للحفارين حاولوا تسمعوا كلامه وان اكيد هيساعدكم. بيفرح الحفارين وبيوافقوا على طول. بعدها بيقف مع المغامرين ويسألهم انتوا بتعملوا ايه هنا؟ فبيقولوا له مفيش، احنا هنقعد نحرس المكان مش اكتر. بس فجأة وهم واقفين داريل بيسمع صوت حد بيكلم الحفارين وبيقول لهم ان ملك الشياطين راضي عنهم. وبيعرف داريل من صوته ان هو روزوتو صاحبه. فبيخرج من المكان وبيروح يقابله في الغابة. وبيكون روزوتو مصدوم اول لما شافه وبيحضنه وبيقعد يعيط. بيقول له داريل هو ايه اللي حصل بعد ما مشي. بيحكي له روزوتو على اللي حصل وبيقول له ان باشيبازا مش عارف يظبط المواضيع وان ملك الشياطين بنفسه وبخه من قريب. وبيعرفه داريل ان هو اصلا بشري وان طول الوقت ما كانش بيستخدم سحر علشان هو مش شيطان. بيسأله داريل انت ايه اللي جابك هنا؟ بيقول له روزوتو ان كل ده بسببك وانك بعد ما مشيت الدنيا باظت في الجيش ولحد دلوقتي مش لاقيين مساعد، وانا يعتبر بقيت المساعد مكانك، وان باشيبازا مبوظ الدنيا ومحدش عارف يتواصل معاه، وملك الشياطين امرني اتصالح مع الحفارين. وبيقول له روزوتو انت ليه ما رجعتش جيش الشياطين تاني؟ فبيقول له داريل مستحيل، بعد ما طردوني اكيد مش هرجع. بس روزوتو بيقول له ان في شخص منهم عايزك ترجع، وبنعرف ان هي السيدة دوري. وبيقول له داريل انا اسف بس مش هقدر ارجع، لان بعد ما مشيت ما كنتش عارف هعمل ايه، ولقيت ناس انا شبههم وخلوني وسطهم
يحبسهم وبقيت بحس ان انا جزء من العيلة دي، وبيحاول يحبسه في كورة مية وبيقول له انا هاخدك غصب عنك، ولكنه بيتفاجئ ان داريال قدر يخرج منها بسهولة. وبعدها داريال بيروح يقعد مع ممثل النقابة وبيقول له ان احنا عايزين نبيع الميسريلا للشياطين، وبيكون الراجل مصدوم جدا وبيقول له انت بتعمل ايه؟ بس داريال بيفهمه ان ده لمصلحتنا كلنا، عشان اكيد الشياطين هيحاولوا يسترجعوا المنجم، وده بسببه هتقوم حرب كبيرة هنخسر فيها ضحايا كتير. وبيحاول المغامر يتدخل وبيقول له انا بعترض على الكلام ده، وازاي عايزنا نتعاون مع الشياطين، وبيطلع سكينته وبيحاول يقتله، بس داريال بيدافع عنه وبينقذه بسهولة. بيقول للمغامر ان التفاوض ملهوش لازمة وان لازم اقتله، فبيقول له باستفردو انت مين قالك تتدخل اصلا، وانا كل اللي طلبته منك الحماية وبس. وبيتصدم المغامر من كلامه وبيقول له باستفردو انت شخص وقح، وبيطلب منه يطلع بره، وبيرجعوا يتكلموا في الصفقة ويقدروا يوصلوا لاتفاق كويس. وتاني يوم داريال بيقول له من غيرك ما كنتش هعرف اعمل الصفقة دي، وان في يوم من الايام البشر والشياطين هيبقوا اصدقاء. وهنا بيخلص ملخص فيديو النهارده، وما تنساش لو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب، وسلام.